إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فلا زلنا مع أصول الإيمان الستة، وفي هذه الجمعة سنتكلم على أصل الأصول، عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، عن الإيمان بالخالق البارئ المصور الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عن الله رب العالمين الملك القدوس العزيز الحكيم، عن الله ربنا وخالقنا ومدبر شؤوننا. نعم عباد الله، إن الإيمان بالله تبارك وتعالى هي الركيزة العظمى، وهي الأساس في سعادة العباد في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأقسم الله عز وجل بالعصر فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه هو الخالق، ويتضمن الإيمان بربوبيته، فهو خالق السماوات والأراضين وما بينهما سبحانه وتعالى، فكل ما في الكون هو من خلق الله وصنعة رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يخرج شيء في الأرض ولا في السماء ولا بينهما عن قدرته ومشيئته، فكل شيء يتحرك بإذنه ويسكن بإذنه ويكون بإذنه ويزول بإذنه وأمره وحكمه. سبحانه سبحانه لا إله إلا هو جل وعلا. أن تؤمن بألوهيته، بأن خالق السماوات والأرض هو الذي يجب أن يعبد وأن يدعى وحده، أن يستعان به وأن يستغاث به وأن يستعان به، وأن يصلى له ويصام له ويزكى له ويحج له، وأن العباد يخافون ويحبون ويرجون ويتوكلون عليه سبحانه ويسألونه وحده لا شريك له. وهذا الذي جاءت به الأنبياء وأنزلت به الكتب، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل نبي يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الذي خلق الله الخلق لأجله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم عباد الله، فالله جل وعلا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم ماذا قال؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. أن يقول لنا يا عباد الله: أنا الله الذي خلقت لكم السماوات والأرض، أنا الله الذي أنزلت من السماء ماء، أنا الله الذي أنبت النبات، وأنتم إذا أصابكم القحط والجذب والسند صليتم الاستسقاء ورجوتموني ودعوتموني لأنزل عليكم المطر. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال بعدها: ومن الناس. بعد كل هذا أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الذي خلق الملائكة وخلق الجن وخلق الإنسان وأرسل الرسل وأنزل الكتب ويرسل الصواعق والرعود، وهو سبحانه الذي أنجى عبده نوح وأغرق قومه من الكافرين وأنجى عباده هود وصالح وشعيب وغيرهم وأهلك أقوامهم، وهو الذي أغرق فرعون وهامان وخسف الأرض بقارون وأهلك أبا جهل وأبا لهب وغيرهم وأنجى عباده الصالحين. ثم بعد ذلك تذهب لمخلوق مثلك وتذهب لحجر وشجر وتذهب لميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا، ثم تدعوه من دون الله وتستغيث به من دون الله وتستنصر به من دون الله وتصرف له أنواع العبادات من الصلوات والنذور والإطعام والصدقة وغير ذلك. فبأي عقل تفكر؟ ومن أين أتيت بهذا؟ فمنهج الأنبياء جميعا هو الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك ما سواه من الأصنام والأوثان والأحجار وغيرها. فالله يخاطبنا ويقول: يا أيها الناس، وكلنا من الناس، اعبدوا ربكم وحدوا ربكم، اصرفوا أنواع العبادة لله الواحد الأحد، كل أنواع العبادة، كما قال الناظم الشاعر: والعبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مقال الدعاء، خوف توكل كذا رجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، واستعانة واستغاثة به سبحانه كما استعانة به أو كما قال، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، فصرفها لغير الله شرك، صلى الله عليه وسلم. ولهذا احترم صلي للناس، تصوم للناس، تطلب العلم للناس، تتصدق للناس، تعبد للناس، تجاهد للناس. أقسم بالله لا يغني عنك الناس شيئا. اسمعوا الحديث يوم القيامة اللي يدير العبادة الكارية يديرها من أجل الناس، كيجي عند ربي بهيد الجزاء تاعه الصوم والصيام وكذا وكذا، يقول ربي: اذهب إلى الذين كنت تعمل لهم الأعمال وما يدخلوك الجنة. قالوا الأنبياء يوم القيامة سيقولون: اللهم سلم سلم، نفسي نفسي. نسأل الله أن يرزقنا توحيدا، أن يجعلنا عبادا له مخلصين. أقول ما تسمعون، استغفر الله لكم واستغفر الله. أطفال سكتوا مفكتوا في الماء قدام لهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، سنتكلم على عبادة واحدة، لأن الإيمان بالله لا يكون في مجلس واحد وخطبة واحدة في دقائق معدودات. لا بد أن نتعرف على الله في هذه الجمعة إن شاء الله حق المعرفة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا نخرج من هذه الجمعة والجمعة القادمة إلا ومعظمين لله محبين له خائفين له راجين، لأن سبب مشاكلنا، سبب تقصيرنا، سبب وقوعنا في ذنوب الخلوات والمعاصي والغيبة والكذب هو عدم معرفتنا بربنا حق المعرفة. أقسم بالله والله وبالله وتالله والذي خلق السماوات بغير عدد، لو عرف العبد الله حق المعرفة لاستقام حاله وانشرح صدره واطمأن قلبه وعاش عيشة هنية ولهج ذكره أو لهج لسانه بذكر ربه، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء به. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. من العبادات العظيمة والجليلة والكبيرة عبادة الدعاء، وما أدراك ما الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الدعاء. روى الإمام الترمذي وغيره في سننه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وتلا هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، بما أنه عبادة يجب أن يصرف لله وحده، لا تدعو مع الله آخر، لا ملك مقتصر ولا نبي مقرب ولا شجر ولا حجر، وعليك أن تكون كثير الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح: إن الله إن لم تدعوه يخبر. لماذا؟ كأنك تقول: ربي ما تدريش أنا مستغني لك، فالله يغضب منك، كما قال الشاعر: إن الله إن لم تدعوه يغضب، وبني آدم إن دعوته يغضب. فآدم يقول: أعطيني، أعطيني الزوجة، ثالثة تقول: أنا أعطيك أنا تحبني؟ إنه مخلوق ضعيف. أما رب العالمين كلما دعوته أعطاك وأعطاك وأعطاك، بل طلب منك أن تدعوه لأي شيء. كان السلف يدعو أحدهم إذا انقطع الشك عليه، وكانت المرأة تدعو إذا احتاجت إلى الملح. فكذلك أنت أيها الفقير، الله الغني ونحن ما نحن الفقراء، نحن فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله، لا غنى لنا عن ربنا طرفة عين. فلهذا عباد الله علينا أن نكثر من دعاء الله سرا
وجهرا في كل وقت في الرخاء والشدة. إذا ضاقت بك الأمور وتلهمت عليك الظلمات ورأيت أن صدرك سينفجر أو ضاق بسبب تراكم الهموم والغموم عليه، وإن قلبك يكاد ينفجر أو يتوقف، ورأيت أمامك الحياة قد اسودت والأبواب قد غلقت وصددت عنها، نادي يا الله يا الله. هل سمعتم رجلا وقف بباب الله فردا؟ ألم يعودك ربك على نعمه كلما دعوته أعطاك، وكلما طلبت منه استجاب لك؟ أيها العبد، كم عصيت الله في السر وفي الجهر، ومع ذلك سترك ولم يفضحك أمام خلقه، بل ويخدع عليك بنعمه وفضله. الله أكبر. فعجيب أمر الناس يتركون رب الناس الذي قال لهم ادعوني وتوكلوا علي واستغيثوا بي واستنصروا بي خزائني ملأى، ويذهبون وتتعلق قلوبهم بالدنيا الفانية وبأصحاب المال، أصحاب المناصب والرياسات، بل بعضهم يتعلق بالمقبورين والأموات والتراب والأحجار. إذا عباد الله، تريد أن تكون عالما حافظا لكتاب الله صالحا مصلحا، تريد أن تكون لك ذرية طيبة، تكون ذرية طيبة صالحة لك، تريد أن يرزقك الله من حيث لا تحتسب، تريد أن يزيل الله عنك الهموم والغموم والأحزان، تريد أن يقضي الله دينك ويفرج كربتك ويقلبك على هذه النفس الأمارة بالسوء، وأن يجعل لسانك لاهجا بذكره وبصرك ناظرا متفكرا في مخلوقاته وآلائه ونعمه، وهذا الجسد قائما بين يديه، فنادي وقل له يا الله يا الله يا الله. ألم ينادي نوح ربه؟ صح. فماذا قال الله له؟ فنعم المجيبون. الله أكبر. ألم يتقوى هود بربه عليه الصلاة والسلام ويقول لهم أجمعوا أمركم ثم ثم كيدوني وافعلوا ما تشاءون، ولكن لن تصلوا إلي إلا أن يشاء الله. ألم يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما. ألم ينادي يونس عليه الصلاة والسلام في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله عز وجل من الكرب. ألم يقل موسى ويعلن لما قيل له إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ألم ينادي الله ويخبر عيسى عليه الصلاة والسلام لما أراد بنو إسرائيل أن يصلبوه ويقتلوه قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ألم يقل محمد عليه الصلاة والسلام جميعا لما قال له أبو بكر الصديق لو نظر أحد عند قدمه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا في غزوة أحد
الله يا الله. إذا عباد الله أكثروا من دعاء الله في كل ما تحتاجون، بإذن الله يوفقكم الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزين الإيمان في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا استقامة حقيقية وتوبة نصوحا. اللهم يا رب اجعلنا معظمين لك في السر والعلانية. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. يا رب إنا نعوذ بك أن نكون أولياءك أمام الناس وأعداءك إذا اختلينا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور ألسنتنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راغبين، ولا تشمت فينا الأعداء والحاسدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ربنا قل لإخواننا في غزة في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم شاف مرضاهم. اللهم كن لأيتامهم وأراملهم وضعفائهم. اللهم آوي من لا مأوى له. اللهم يا ربنا ارحم موتاهم وشهداءهم يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الذي أمرتنا أن ندعوك، فإنا ندعوك في هذا اليوم المبارك. اللهم احقن دماء إخواننا في غزة. اللهم أوقف هذه الحرب الظالمة عليهم يا رب العالمين. اللهم أوقف هذه الحرب الظالمة عليهم يا رب العالمين. اللهم اخزي اليهود يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم وأنصارهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وجمد الدم في عنقهم. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم ألف بين المسلمين واجمع كلمتهم واحدة يا رب العالمين. اللهم اصلح بلدنا. اللهم احفظ بلدنا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد وما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم خير له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، واصرف عنه بطانة السوء التي تدله على الشر وتؤزه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا